معايا بنجرايه، نحط حتتين بنجر كده في النص، وكمان بقيت خططان اللفت بقى، نحط شريحتين بنجر كده على الوش عشان يبقى لونه حلو. انا بحب البنجر بتاعه يبقى كتير بصراحه كده يا حبايبي. مننساش معلقه السكر، انا معلقه السكر دي بتخلي ان الملح ما يهريش في المخلل، وبتديله القرمشه الحلوه. معانا لتر ميه، هنحط له 4 معالق ملح، لتر الميه له 4 معالق ملح كبار، 3 4. انا بحب ادي يا جماعه اللفت عصير ليمونه، انا بحب كده، اللي ما بيحبش ما يحطش. بحس ان الليمون مع الخل بيدوا طعم حلو قوي للمخلل. نحط ربع كوبايه خل. هتقولوا الخل بيهري المخلل، لا ما بيهرهوش، يديله طعم حلو. ربع كوبايه كده. ننزل بقى بالميه. الميه دي على فكره انا غلياها ومبرداها، انا بحب اعمل المخلل بالميه كده، اغليها وابردها عشان تبقى معقمه، والمخلل معانا يدنو ما شاء الله، يحتفظ بحلاوته كده وما يحصلش فيه تعفن ولا يحصل فيه اي حاجه خالص. بس يومين وهوريهولكوا البنجر ده كله، البرطمان ده كله هيبقى لونه ما شاء الله احمر وردي كده. كده عملنا مخلل اللفت يا حبايبي مع بعض، مخدش 5 دقايق بالظبط. طالما انت مجهزه حاجتك ومظبطاها، هو 5 دقايق بس كده يا دوب عبينا البرطمان. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، متنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.